ازيكم يا جماعة عاملين ايه؟ والزمالك رجع لينا بماتش زيسكو. كان على امل ان احنا نشوف تغيير ولو بسيط عن الماتشات اللي فاتت من احمد عبد الرؤوف وبطولة السوبر واللي عمله في ماتش الاهلي. وقلنا ان طالما هيستمروا عليه هيبتدي يلعب بدون خوف، بدون توتر، ويبتدي يعمل حاجة جديدة او شكل جديد للزمالك. لقينا ان الزمالك آه قعد فترة تقريبا حوالي اسبوعين او حاجة قريبة من كده، ان هو بعد ماتش السوبر، ولقينا لياقة اللعيبة تقريبا نزلت اكتر ما هي كانت نازلة. وطبعا شكل الزمالك كان في الشوط الثاني كان شكل مخزي، بالذات في نهاية الشوط الثاني او اخر تلت ساعة، لأن اللياقة البدنية أصبحت تقريبا معلومة، والفريق كله بقى بيجيله إصابات. حتى لو مش بيجيله إصابات ما بقاش قادر يكمل ورا الكورة، وبيجرجر في رجله عشان يبتدي يلعب أو يكمل الماتش. وربنا ستر معانا بجون مركز سيف الجزيري، إن هو يقدر بخبرته إن هو يقدر يعمل ار2 في الزاوية البعيدة بعد ما يقف مع المدافع أو يوقف الكرة وهو بيجري مع المدافع مرة واحدة، ويعملها مفاجأة لحارس المرمى. والحمد لله على 3 نقط. بس شكل الزمالك مش افضل حاجه، وواضح جدا ان مدرب جيسكو اتفرج على طريقه لعب الزمالك او الشكل اللي كان بيعمله الزمالك في السوبر وبيحاول يطبقه. وكمان الماتشين اللي قبل او الماتش اللي قبل السوبر اللي لعبه احمد عبد الرؤوف في الشكل ده، هو كان بيحاول يطبق 4-2-3-1، بان هو التركه اللي عايز يعملها ان بزيرا يبقى فاتح على الخط وبيلعب تحتيه بمحمد شحاتة، بحيث إن بزيرا مش هو اللي ياخد المساحة، بزيرا يسحب الباك معاه، فمحمد شحاتة يبتدي هو اللي يضرب في ظهر الباك ده. فطبعا المدرب واضح جدا إن هو اتفرج، فكان بيخلي الباك بتاعه يفضل واقف في مكانه، وما يروحش هو يستلم بزيرا، يفضل واقف في مكانه مستنيه، ويستنى لغاية ما الوينج بتاعه هو اللي يستلم بزيرا، فمحمد شحاتة ما يلاقيش المساحة اللي هو هيعرف يضربها. واتكررت الكورة دي بأكتر من شكل. يمكن الخطورة اللي كان فيها شوية شكل أو جرأة هي أحمد شريف، إن هو أصلا لاعب يعتبر مهاجم بيلعب على الخط، أو بيلعب إن هو يعني كوينج الناحية التانية، بالتبادل مع آه، ناصر ماهر، عشان يبتدوا يخشوا ويهاجموا هما المساحة في الشكل دوت. أو لما الكرة تبقى مع بزيرة ويبقى يبتدي يطلع عليه ويجمعوا لعب الناحية دي، أحمد شريف يبتدي يخش هو في الكور اللي ممكن تيجي بالشكل ده، اللي هو الرفعة اللي بيعملها بزيرة دايما على البعيدة. وهو كان يقدر يكمل في منطقة الجزاء كمهاجم تاني مع سيف الجزيري، وناصر ماهر يبقى تحتيه محمد شحاتة ودونجا وهكذا، ويبقى الشكل بالشكل ده عشان يبتدي نلعب كورة بالشكل ده، والفرقة تطلع كلها ككتلة واحدة. طبعا الكلام ده نظريا المفروض ان هو شكله يبقى كويس في الملعب، بس الفكرة كلها ان طالما انت كفرقة واقعة بدنيا، اكيد عمرك ما هتقدر تعمل الشكل ده باللعب بالشكل ده لفترات طويلة في الماتش. وشفنا امبارح محمود جهاد لما نزل كان تقريبا جرر في رجله شكرتين اسمنت ومش قادر يجري، وكورة تقريبا يعني قعد يجري ورا اللعيبة بتاعت زيسكو، وما قدرش يعمل اي حاجة. وعرفنا ليه، يعني الاصابه بتاعته دي لو رباط صليبي لا قدر الله كان زمانه رجع منها فت اكتر من كده. مش فاهم، هو مثلا مكسل، ان هو عارف ان هو كده كده مش هيلعب، فمكسل في تدريبات، مش عامل لياقه بدنيه. يعني انا متهيألي الناس ممكن اللي بتلعب في الشارع، اللي هو او الناس اللي بتحجز مع بعض 11 ممكن يبقى عندهم لياقه اعلى منه. انا مش فاهم بصراحه، كان المنظر كان مزري جدا جدا. وايه حكايه الاصابات معانا في مركز 6؟ يعني دونجا اتصاب، محمود جهاد اصابه وراجع مش شايل رجله على الارض، آه، احمد ربيع اصابه، آه، طبعا عبد الله السعيد اصابه. كل الناس اللي ممكن تلعب في نص الملعب عمالين يتصابوا بالشكل ده. محمد شحاته راجع من اصابه. فانا مش عارف، في حاجه اكيد مدرب الاحمال الجديد اللي عينوه البرتغالي
المفروض يبقى الفترة بقى اللي هيبقى فيها توقف للمنتخب في بطولة أفريقيا، الفترة دي يرجعوا بقى منها اللعيبة كلها فت وكلها عندها حيوية وقدروا إن هم يقفوا على رجلهم تاني. أتمنى ذلك إن شاء الله. وأتمنى مع الوقت يعني بإذن الله الفترات القيد اللي حصلت والتوقف، فترات القيد تقريبا 3 ولا 5 على ما سمعت، لازم هندفع الفلوس عشان يتفك الكلام دوت كله. اهم بقى من فك الكلام ده كله بتاع اللعيبه وان احنا نشتري لعيبه والكلام ده، يمكن انا شايف ان الوقف ده حصل ممكن يكون في مصلحه الزمالك. هقول لكم ليه. لان طول ما انت الوقف يعني مش موجود وانت تقدر تشتري لعيبه، الزمالك بيلبس في لعيبه اكتر. فانت دلوقتي فلوسك كلها المفروض تحطها في ان انت هتدفع الغرامات دي عشان القيد يتفتح، وقبل ما اللعيبه الجديده اللي انت عينك عليها ان انت تجيبها، لازم عينك يبقى على مدرب يعرف يلاعب الناس دي. ده اهم صفقه المفروض لما فتح القيد يتعمل، المدرب الجديد، ولازم يكون اجنبي. المصري ما بينفعش مع الاهلي والزمالك، مش لقله خبره او لقله عمل او اي حاجه، لا، عشان ما بيتحملش الضغوط ومش هيقدر ان هو يعني يجاري الضغوط اللي عليه. ومش هنستحمل احنا كجمهور الزمالك ان في حد يجي للاسف يتعلم فينا الا لو كان بقى نبل زمانه. لان المشاكل اللي اصلا اللي في الفرقه كبيره جدا وكتيره جدا، حوالين النادي نفسه مشاكل كتيره وكبيره، ما يقدرش يتعامل معاها لحد لازم يكون عنده خبرة. ما ينفعش يتعامل مع حد لازم إلا يكون مر بتجارب قبل كده والكلام ده كله. طبعا فكرة أبناء النادي جميلة وكويسة وكل حاجة، بس اللي نادي الزمالك بظروفه دي لازم يكون معاه واحد نبغة زمانه زي ما بيقولوا، وجريء. ده لو صغير في السن يعني، وما بيخافش حد، وبيجرب فعلا وبيخلي في خطط شكلها كويس وبيحفظ الناس انما الشكل اللي شايفين بيه الفرقه مع احمد ابو رؤوف، هو نفسه خايف، مش جريء خالص. فاتمنى ان هو ممكن ان يكبره في المكان ده بان هو يبقى المدرب المساعد للمدرب الجديد باذن الله. بس دي اهم نقطه ان احنا نعملها، هي وجود مدرب اجنبي عنده خبره بيقدر يطلع كمان من الناشئين، عشان نطلع ناس زي الفتره بتاعت حسام عبد المجيد ونيمار والناس الجميله دي اللي كملوا بعد كده مع نادي الزمالك، وما فضلش منهم الا تقريبا حسام عبد المجيد دلوقتي، بس على الاقل كان في حاجه بتتعمل على الاقل. اتمنى ان شاء الله ان احنا الفتره اللي جايه، الماتش اللي جاي يعني بتاع كايزر تشيفز تقريبا، مع الاصابات دونجا وعبد الله السعيد والشغل ده، ان احنا نلعب بتحفظ، ما نلعبش بفتح خطوط. اللياقه البدنيه مش هتسعفنا لو احنا فتحنا الخط وهاجمنا. لازم نلعب، اظن ان احنا طالما عندنا نقص في نص الملعب كده يبقى لازم نلعب بثلاثه ورا، والملعب يبقى 3-4-3 او 3-5-2، على حسب يعني إيه النقطة يعني او الطريقة اللي ممكن نلعب بيها عن طريق اللعيبة بتاعتنا دي. انا شايف مع وجود بنتايج معانا في ورجوعه لينا ان شاء الله بعد الاصابة هنقدر نلعبها كويس قوي 3-5-2، وهو اللي يلعب خامس نص الملعب ناحية الشمال، وفتوح ممكن يقلب تالت ورا مثلا. كده انت ما بتبقاش غيرت الشكل بشكل فذ يعني او شكل كبير قوي، ونفس التشكيله تبقى هي اللي موجوده. يبقى عمر جابر على الجبهه اليمين، وهيبقى قدامه مثلا بنتايج هنا، ويبقى التالت هنا فتوح مثلا لو هتلعب، او بيبقى بنتايج مثلا لو انت مش عايز تلعب بيه، يبقى يخش هنا فتوح، وتلعب مثلا حسام عبد المجيد والونش ومحمد اسماعيل يبقى هما اللي ورا خالص، ويبقى فتوح على الشمال. وطبعا نص الملعب هيبقى فيه شحاتة، وأتمنى أحمد ربيع يرجع أو محمود جهاد يحاول يرجع يعني إن شاء الله لمستواه. بس لازم تقفل نص الملعب بتاعك كويس أوي وتعمل عمق دفاعي عشان ما تتضربش، لأن أنت بالشكل ده هيبقى مش عندك أي نص ملعب دفاعي. وأتمنى ما نشوفش بعد كل التقليب ده نلاقي مثلا سيف جعفر بيلعب لي هنا ولا سيف جعفر بيلعب لي هنا، عشان الواحد ما يكرهش نفسه أكتر ما هو كان كارهها في ماتش الأهلي بصراحة. ويلعب برضو ناصر ماهر قدام، وبزيرة مثلا حر، هما الاتنين أحرار كده، وقدامهم سيف الجزيري. أظن إن دي هتبقى أفضل حاجة في ظل الإصابات الموجودة، إن أنت وتقدر تأمن بيها نص ملعبك كويس قوي، وتقدر كمان تهاجم بيها في بعض الأحيان على حسب سير اللقاء
موقع كورة وتمركز اللاعبين وكده. فإن شاء الله يا رب بس تعدي المحنة دي والفترة ديت لغاية بطولة أفريقيا، ونبتدي لما تيجي بطولة أفريقيا تخش بقى والوقف الزمني الطويل نبتدي نستغله صح، وإن شاء الله الزمالك يعود تاني لأمجاده. هو الله يرحمك يا صبري، وإن شاء الله أولادك يكونوا خلفا ليك في نادي الزمالك، ويكونوا لعيبة كويسة بإذن الله، ويفكرونا دايما باللمحات الجميلة اللي أنت كنت بتعملها في ماتشات الزمالك بالذات الماتشات الكبيرة، وكنت لعيب رائع وما شاء الله عليك. الله يرحمك ان شاء الله، ويعني تبقى شايف اولادك كده وفرحان بيهم. شكرا لكم، السلام عليكم.